عليكم ورحمة الله وبركاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد يا إخوة والله ليس لنا عز ولا رفعة ولا شأن ولا صلاح ولا فلاح ولا نصر ولا تمكين في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا التوحيد. والله لا كانت أمر الرجل أن تنرد دنيا تنرد في آخرتس الفين تولين كبج في تسكبين أكسماس ملكين مالي ملئ هذا توحيد ملئ ونتكلم في الجرام. والله لو تنفخت الجبال من كثرة السجود ودقت العظام من كثرة الصيام والقيام فالجنة حرام أدخي عن سجود يوني في سجود الراهن كي أدخي هم إيتر كان سجود خيت الرا أدخي إيتر أكسماس يوني في لفينك زنك صلاة صومنا يوني في صلاة صومنا يوني في هنحبت هنقلت يوني في هنتات تادس فالجنة حرام جنة حرام إلا بهذا التوحيد. توحيد أمرت جنة حرام كناف جنة ولي بربادة عندك السن توحيد عقيدة بعيد قبل حياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.